بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم. النهاردة معانا وصفة جميلة وسهلة والكل بيحبها. هنعمل مع بعض الكشري بمكونات بسيطة وموجودة في البيت. الأولاد عندي كانوا عايزين كشري وما كانش عندي غير الرز والعدس والمكرونة، فهنعمل الكشري النهاردة بالمكونات دي. طبعا المكونات دي هي المكونات الأساسية للكشري. ممكن تستغني عن الاسباجيتي والحمص وهتعملي الكشري وهيكون أحلى طبق كشري تعمليه. قطعنا بصلة جوانح وهنحمرها في الزيت لحد ما تاخد لون ذهبي معانا وتقرمش. معانا العدس، انا نقعته قبل الوصفة بنص ساعة بمية سخنة علشان يستوي معانا في الرز. هنقلب في البصلة لحد ما تاخد لون معانا وتقرمش. ممكن تضيف لها دقيق ونشا وسكر وتقلبيهم مع بعض وتحمريهم علشان يقرمشوا. بعد ما البصل يحمر معانا وياخد لون هنطلعه في مصفى علشان يصفي الزيت او على مناديل، وفي نفس الزيت اللي حمرنا فيه البصل هنعمل فيه الصلصة. انا هنا اعذروني ما كنتش مشغلة الكاميرا، بس انا بعد ما طلعت البصل الجوانح نزلت ببصلة متقطعة وقلبتها لحد ما ريحتها طلعت، ونزلت بمعلقة توم وبقلب لحد ما ياخدوا لون معايا. وفي الحلة التانية حمرت الشعرية زي ما بكون بعمل رز، وبعد ما الشعرية اتحمرت نزلت بالعدس بعد ما صفيته بشوحهم مع بعض. هنا بشوح العدس مع الشعرية بعد ما حمرتها وبقلب في البصل والثوم لحد ما ياخد لون. طبعا في ناس بتعمل صلصة الكشري بتوم بس، جربي الطريقة دي بتدي طعم جميل للكشري. ممكن تستخدمي التوم بس احنا التوم هنستخدمه في الدقة. جربي الصلصة بالطريقة دي وادعيلي. دلوقتي بنضيف عصير طماطم، ممكن تستخدمي الصلصة دي للمكرونة بس لو هتعملي مكرونة. في الحلة التانية نزلت ب3 كوبايات رز بعد ما غسلتهم وصفتهم من المية، وبشوح كل الكلام ده مع بعض لحد ما الرز يسخن معايا علشان الرز يكون مفلفل معايا وما يتعجنش. بشوح الرز مع العدس والشعرية لحد ما يسخنوا. وفي الحلة التانية المية بتغلي بتاعة المكرونة، بنزل بالملح وممكن تضيفي نص معلقة كمون وكزبرة على الرز. معايا هريسة شطة بضيفها للصلصة، لو مش حابة ممكن ما تضيفيهاش.
بزود المية للرز لحد ما يغطي الرز، وبقلب. بزود حبة كمان، تحسي ان الحبة دول هم اللي هيظبطولك الوصفة. بغطي الرز لحد ما يتشرب المية، وبعدين بهدي النار عليه. في الحلة التانية بنزل ب2 كيس مكرونة 300 جرام، وبقلب. انا بسلق المكرونة بدون اي اضافات وبدون زيت، لو حابة تضيفي زيت ممكن تضيفي زيت. بنزل بمعلقتين صلصة طماطم او معجون طماطم. الصلصة معايا شغالة. بغطي الحلة كده، كله معايا شغال. الصلصة والرز والمكرونة بتتسلق. ما شاء الله، انا بسلق المكرونة بدون اي اضافات، وعمرها ما عجنت معايا. بزود بس مية السلق. دلوقتي هنزل بكوبايتين مية علشان نعمل الدقة. معايا معلقة توم مفروم ناعم، ربع معلقة خل، ملح حسب الرغبة وحسب الكمية اللي انت عاملاها. بنزل بمعلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة كزبرة للدقة، وبعصر ليمونة. دلوقتي الرز شرب المية، بقلبه وبغطي الحلة وبهدي النار عليه، والمكرونة شغالة. دلوقتي بصفي المكرونة وبنزل عليها مية باردة علشان ما تتعجنش معايا. زي ما انت شايفة المكرونة ما شاء الله استوت معانا ومعجنتش. دلوقتي هنتبل الصلصة. بنزل بالملح، معلقة صغيرة كزبرة، ومعلقة صغيرة كمون. يبقى كده الصلصة اللي معانا تبلناها بملح وكزبرة وكمون ومعجون طماطم وهريسة الشطة لو حابة تضيفيها. كده الصلصة معانا استوت، والمكرونة جهزت، والدقة والرز استوى معانا. زي ما انت شايفة الرز اتفلفل معانا وبقى جميل. الرز استوى والعدس كمان. لما بتنقعي العدس في مية سخنة قبل ما تشتغلي في الوصفة بيستوي مع الرز. زي ما انت شايفة معايا هنا. العدس استوى وبقى جميل، وكمية المية مظبوطة للرز والعدس. دلوقتي هنعمل تركاية جميلة. بغرف معلقتين صلصة
بضيف لهم معلقة شطة للي بيحبوا الشطة والحاجة الحراقة. بقلب الشطة مع الصلصة. هزودها من الدقة علشان عايزاها تكون سايلة. هنا الدقة زي ما شفنا تبلناها بخل وليمون وكمون وكزبرة. بمجرد ما ريحتهم بتطلع بنزلهم من على النار. دلوقتي هنغرف طبق الكشري اللي معانا. بغرف المكرونة وبعدين الرز. وبنضيف الصلصة، وفوق الصلصة بنحط البصل المتكرمل. وبنغرف طبعا الدقة والصلصة للي محتاج صلصة أو دقة زيادة. طبعا لما تعملي الكشري في البيت بيكون أوفر من بره، وكل الأسرة بتاكل منه. هنغرف الدقة وهنغرف كمان صلصة، وبألف هنا. طبعا لو أول مرة تشوفونا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير للفيديو وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. وما تنسوش تقولوا لنا رأيكم. جربوا الكشري بالطريقة دي، مكونات سهلة وبسيطة وطعم زي المحلات. واشوفكم في فيديوهات تانية وفي حفظ الله.